هذا العريش بتاع وهذا بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. كان دائما كان ما يتحولش. تاريخ التنفيذ أول توسعة 17 هجري. أول توسعة وقت 17 هجري. أول شيء كان أنا نواصلوا. شوف كم كانت أبواب باب السلام هذا اللي شوفوه يدخل للرسول صلى الله عليه وسلم، باب النساء، باب الرحمة، وباب جبريل عليه السلام. هنا أبواب أخرى قال ما قالش قديش، أما تو نشوفوا هنا يعطينا شي حاجة في المجسم. باب النساء قال عليه هذا بعد أو كان هنا شفت بالصعب التجريد هنا طورنا شوية. توسعة عثمان بن عفان. هذه التوسعة في عهد سيدنا عثمان بن عفان. الأولى في عهد سيدنا عمر بن الخطاب أو بن قيدر. سيدنا عمر وهذا. هذه التوسعة وقعت في عهد سيدنا عثمان بن عفان. تطور المسجد النبوي وحتى السقوفات تبدلت والسقف ولا من خشب أو من جذوع النخل، ما كانش كان عريش بل واصلوا. وقتاش وقت التوسعة؟ عام 30 هجري إلى هذا 30 هجري التوسعة نتاع سيدنا عثمان بن عفان. ولا هنا المكان هذايا 449 متر مربع. بيت الرسول دائما شفت التوسعات كيفاش قاعدة توقع. وهذا كالعريش كان هذا هو في شمال الشرق. هذا هو الشرق. توسعة الوليد بن عبد الملك. هذا تولينا عاد بعد في الخلافة الأموية. هنا دخلنا الخلافة الأموية، تبدلت المعمار. هذا في عهد الخليفة عبد الوليد بن عبد الملك الأموي. كيفاش تبدلت عاد البيبان ولات معمار ولا بني ولات أقواس ولات عرس. السلام عليكم. مرحبا. الساعة 8 إن شاء الله. خلي 8 نصفين أنصار جديد. توسع من 88 هجري حتى 91 هجري. يجي على شارع 60. على شارع 60. الكار أنور المدينة الباص. الباص. رن علي لما تصل إن شاء الله. ضل متصلين بالمسجد متصل. من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث بتاع جبريل قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى علينا رجل دخل من ذلك البيت من ذلك المكان أي لبس أبيض لا يرى عليه ولا يعرف أحد منا فتقدم حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يدي على ركبتيه وقال يا محمد ما الإسلام؟ جبريل عليه السلام. هذاك دخل منه سيدنا جبريل. باب النساء الرسول صلى الله عليه وسلم كان النساء والرجال يدخلوا مع بعضهم كما هكا. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا باب يدخل منه كنساء، ما عادش يدخل حتى راجل منه. ما قلمش ما يدخلش حتى، قال باب النساء فدخل منه النساء، لأن ديما الاختلاط منهي عنه. احنا ستابة نشوف وين هذا هذا أي نمشيو من قبل الدولة العثمانية، نمشيو من هنا مازلنا. هذه الدولة العباسية. هذه هنا تطور المسجد. أي الحق يا حاجة أي مع المجموعة يهديك مربي أيش كل واحد يمشي يمين يسار ما نجموش نلمكم هكا كيف تلموا معي المغرب قريب. هذا تطور المسجد في عهد الدولة العباسية. الدولة العباسية بدينا بدينا على الشكل هذا. بدينا المعمار وبدينا الدول الإسلامية تتفرهد والمعمار المدني بدا يتفرهد. وشوف المآذن 4 مآذن. كل 4 مآذن هذوما بداوا. والأبواب فهمتوا الأبواب كثرت. هذا من الأبواب. هذا قداش ولا من باب
فهمتي؟ فبدات الامور عند المسلمين تستمر قدام غادي كده مجسمات قدام شوي حسب الفترة دي ما قدام. حسب الفتره نمشي بشوي بشوي. هذه هنا في الدولة العثمانية. دينا مش لا هذه مش لا قاتباي لا، هذا لا. السلطان الأشرف إيه. السلطان الأشرف قاتباي. اي ما زلنا ما وصلناش الدولة العثمانية. قاتباي لا ما زلنا. هذه ظل الدولة المملوكية قاتباي. شفت بدات عاد الصناعات والعرض والمآذن والقباب. اكو بدات القباب وكل شويه القباب من هنا والقبه هيك الكبيره هذه هي القبه الخضراء. هذه هيك هي هذيك بلاصتها هيك الاصل ما تغيرش القبه الخضراء. هيك هي القبه الخضراء. هيك بيت الرسول معناتها غادي. اي نعم بيت الرسول. ولات خضراء هنا كانت مش خضراء. هنا في الدولة العثمانية. في عهد توا السلطان هذا الدوله العثمانيه. لا هنا الدولة العثمانية. سي عبد المجيد العثماني. هنا الدولة العثمانية. هنا الدوله العثمانيه هذه. اي نعم. تصورت كل بعد موت الرسول. او كالتوسعات كيفاش كانت كيفاش كانت ومش تولي كيفاش المسجد. هذا كل الرسول صلى الله عليه وسلم ثم بيوت صحابه هنا الكل نحاهم دخلوا في بيوت الصحابه طوعوا باش التوسعات او كالحصوه سي عبد الستار او كالحصوه الحصوة مازال. او كالحصوه هذيك عندنا تو في المسجد الحصوه الاولى والحصوه الثانيه. هذه الحصوه الاولى وين هيك الباراسولات في المسجد ديالنا. الحصوه الاولى الحصوه الثانيه هيك الحصوه. هيك الدار اللي شفناها من اول صغيره بيت الرسول هذه هي بيت الرسول. هذه هي بيت الرسول والقبات الخضراء تحته هي بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم هذيك التوسعة الأولى السعودية الأولى والثانية. التوسعة الأولى والثانية. مش مشكلة. هذه تو مش نشوفوا التوسعة اللي وقعت في العهد السعودي. التوسعة الأولى كيفاش وقعت التوسعة الأولى في العهد السعودي أو كيف بقات الحصوة الأولى أو كالحصوة الأولى والحصوة الثانية. فهمتي الحصوة الأولى هذه التوسعة الأولى مازالت التوسعة الثانية. هذه الثانية اللي نقول هذه التوسعة الثانية. مازال 23 دقيقة. شفتوا في الفيديو وريك التوسعات كيفاش وجات كيفاش المسجد كيفاش توسع الحرم كيفاش توسع. ما كانوش لي باراسول كانوا مسقفين بالعواد وكل شيء. تو مش من بعد تشوفوا الباراسولات. شفتوا القباب المتحركه هذيك حاضر نافوا القباب المتحركه في الفيديو. قبه تتحرك تمشي وتجي تتسكر وتحل باش يتهوى المسجد. قبه لا القباب هذوما كيفاش هذا في التوسعه هذا في عهد البني هاك من القباب اليوم مازالوا مش شويه بشويه نشوفوا كيفاش وقعت التطورات الى النصف هذه. او كالعباد مازالوا يصليوا على الحصوه على الحجر وعلى مازال العباد على الجمال يجيو كانوا قبل. احنا على الكاميرا نقول لك في الطياره نقول لك تعبنا يا عاد الملك عبد العزيز. نمشيو للتوسعة الثالثة مازال خاطر فما برشا حاجات. هي التوسعة الثالثة هنا. نمشيو للتوسعة الثالثة الثانية هذه التوسعة الثانية هذه آخر واحدة الثانية. هذه التوسعة الثانية في العهد السعودي. هذه التوسعة الثانية في العهد السعودي. وقتاش وقعت 1425 هجري. ايش معناتها؟ 405 5 معناتها عندنا تقريبا واش 40 سنة. هذه التوسعة الثانية. كيفاش وقعت التوسعة نتاع المدينة وكيفاش ولا المسجد النبوي كيفاش ولات بعض الباراسولات هذوكم المظلات. هذا من الميضات هكا الميضات هذوما دورات المياه والميضات. اي نعم. قداش ولا 23,000 متر مربع 23,000 متر مربع. اي حوالي 5 هكتارات كله المسجد النبوي. ان شاء الله ميزان يزيد.